السلام عليكم واهلا في بورصة ترند. هنتكلم النهاردة عن تحليل سهم رايا لخدمات مراكز الاتصالات. مجال عمل الشركة رايا لخدمات مراكز الاتصالات هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 2015. تعمل في قطاع البرمجيات والخدمات مع التركيز على معالجة البيانات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية. يقع مقر شركة رايا لخدمات مراكز الاتصالات في القاهرة مصر، وقد تم تأسيسها في فبراير 2001. القيمة السوقية للشركة 2 مليار جنيه، وربحية السهم 2.75 جنيه، وده رقم ممتاز. مقرر الربح 7.5 ضعف، وبكده السهم مقيم بأقل من قيمته السوقية. ومن هنا نيجي لسعر السهم، واللي هي حاليا عند 10.11 جنيه، والقيمة العادلة لسعر السهم 13.52 جنيه، يعني أقل ب 35% من السعر الحالي. بالنسبة للتحليل الفني، السعر في اتجاه عام صاعد واتجاه فرعي هابط للتصحيح، ووصل لحد منطقة دعم قوية قريبة من سعر 9.3 جنيه، وارتدد منها ارتداد قوي مصحوب بحجم تداول كويس، مما أدى لتغيير حركة السعر الفرعية أو الداخلية من هابط إلى صاعد. ممكن الشراء من السعر الحالي بمستهدفات أولها 10% ربح عند سعر 11.04 جنيه أو لحد كمان السعر العادل بهدف 35% ربح. علشان تقلل المخاطرة ممكن تنتظر رجوع السعر عند الفجوة السعرية المكونة عند سعر 10.01 شرطة 9.61، والدخول منها بعد تأكيدات بدعم سعر الصعود. متنساش تعمل لايك وفولو وتقول لنا تحبب نحلل سهم ايه تاني.